شعرك مجعد وعايزه تفرديه ويبقى زي الحرير بدون ما تضري شعرك اطلاقا، مفيش غير حل واحد. هتمسكي طرف الشعرايه كده اهو وتشديها على الاخر لحد ما تبقى مفروده، وتفضلي ماسكاها كده بقى طول اليوم وتصوري جنبها كده وهي مفروده. الله شعري مفرود. لان مفيش اي طريقه تانية تفردي بيها الشعر بشكل سريع مش هتضر الشعر، سواء كانت الفرد الكيميائي بكل مسمياته. في حاجات اقل ضررا من حاجات، والموضوع يعتمد على المواد المستخدمه ايوه، بس طالما هيفرد الشعر يبقى لازم في مواد معينه هتضر الشعر. والفرد الحراري اللي هو السشوار والمكوى طبعا بيأثر على الشعر وبيضعفه مع الوقت. طب نعمل ايه يا دكتور؟ ممكن نحب شعرنا زي ما هو، وده الحل الاحسن يعني، ونعتني بيه العنايه الصحيه اللي بتكلم عنها في فيديو دليل الكامل للعنايه بالشعر، او نسيب بقى موضوع الفرد والسشوار والمكوى ده للمناسبات علشان نقلل الضرر قدر الامكان، ونكون قبلها واكلين صحي وبناخد فيتامينات، كاشفين مع دكتور عشان نظبط المشاكل اللي في الشعر، عشان لما نعمل له العلقه دي ما يقعش كله مره واحده. يا اما اعملوه ويقع بقى، انتوا حرين، ما انتوا كده كده هتروحوا للدكتور بعدها. عصبتون.